بصي يا ستي، على بلاطه كده، لو حامل واللي حواليكي مش حاسين بيكي الفيديو ده معمول علشانك. دلوقتي انا مش هوجه كلامي ليكي، انا هوجه كلامي للناس اللي انت هتبعتي لهم الفيديو ده. ما ينفعش نتريق على الحامل في الآتي: رقم 1، الغثيان والترجيع. اكيد احساس الترجيع مش حلو قوي علشان خاطر الحامل تفتعله. رقم 2، القرفة من الروائح. اكيد ان الواحد لما يكون حساس لريحة كل حاجة وبيقرف من ريحة اي حاجة مش احساس حلو خالص عشان برضو يمثل ان هو كده. رقم 3، قلة الاكل. اكيد مش هيكون نفسها تاكل حاجة ومنع نفسها عنها، هي حرفيا لو ضغطوا عليها في الاكل هترجع. رقم 4، النوم الكتير، وده غصب عنها ومعروف للكل. رقم 5، عندنا كومبو: تشتت انتباه، نسيان، عصبية، عياط كتير. وده بيكون بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتجد على الجسم، واللي بجد مش بتكون دلع وحقيقية جدا. كل اللي عايزة أقوله إن الأعراض دي مثبتة علميا في كتب الطب، يعني الحامل مش بتفتعلها، يعني في الفترة دي هي محتاجة دعم وطبطبة وإحساس بيها، مش انتقاد خالص. زي ما اتفقنا، ابعتوا الفيديو ده للناس اللي انتوا عايزينهم يطبطبوا عليكم.